السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هنا ليها يعني مطلب صغير، والله زعلت عليها، صعبت عليا وحياة ربنا. كل طلباتها ايه؟ انها نفسها تخرج، بس ما تبقاش خارجة وحدها. عندها حق يا جماعة، عندها حق، وحيدة. هتخرج وحدها ازاي؟ تخيلوا كده، انتوا خارجين مع نفسكوا كده، الخروج هتبقى لها طعم؟ لا هتبقى لها طعم ولا هيقبلها لون. حق ربنا يعني، كتر خيرها. الست بناتها متجوزين وهي عايشة وحدها، تعمل ايه يعني؟ يعني شوف، كل امنيتها يعني حاجة، يعني انها ربنا يرزقها بزوج صالح، راجل ابن حلال، راجل ما يكونش طمعان فيها، راجل يكون محتاجها زي ما هي ما محتاجاه. يعني راجل يعني بمعنى الكلمة راجل. يعني مثلا عايزة تخرج، مش هي اللي تسوق وهو يبقى قاعد جنبها، نفسها هو اللي يسوق العربية وتبقى هي قاعدة جنبه هانم. يعني طلبات بسيطة جدا جدا جدا. هي تفضفض له، هو يفضفض لها، يخرجوا مع بعض، يشربوا قهوة، يشربوا شاي، يطلعوا يتفسحوا مع بعض، تحكي له ويحكي لها. يا رب يا مدام هناء، يا ربي، ده انت طلباتك بسيطة خالص خالص يعني كل اللي طالباه انسان طيب وابن حلال، ويراعي ربنا فيها، ويبقى سند وظهر ليها. ادي اللي محتاجاه مدام هناء. يعني مش محتاجة حد، يعني محتاجة راجل ابن حلال وطيب ويكون حنين عليها، هي تسند عليه، هي تسند عليه، مش هو اللي يبقى جاي يسند عليها يا جماعة. الراجل اللي بيجي يسند على ست ده صراحة انا ما بعتبروش راجل. الراجل اللي يجي يتكل على ان هو جاي يتجوز ست مبسوطة وغنية وانا هقعد في البيت وهي تشتغل، لا ده مش راجل صراحة. الراجل لو بيموت يطلع يشتغل ويجيب مصاريف بيته، وان كان في عيال يجيب مصاريف عياله. لكن الراجل اللي يقعد في البيت ده يعني قلته احسن، قلته احسن. ده رأيي انا، واكيد رأي ستات كتير، ان الراجل اللي مفيش منه منفعة ملوش لازمة خالص في البيت. وهي الست مش طالبة حاجة، كل طلباتها عايزة راجل محترم ابن حلال يراعي ربنا فيها. ومثلا محتاجة تخرج يخرج معاها، محتاجة ان هم يروحوا يجيبوا طلبات البيت يروح معاها، بس مش هي اللي تصرف، هو اللي يصرف على بيته. الراجل الصح هو اللي يصرف على بيته، مش مراته هي اللي تصرف عليه. واخدين بالكم يا بنات؟ ان شاء الله يا مدام هنا ربنا يرزقك بالزوج الصالح يا رب، اللي يسعدك ويهنيك ويفرح قلبك يا رب يا حبيبتي، يا رب يا رب. واللي بتطلبه مدام هناء ده لا عيب ولا حرام، ولا يا مدام هناء ست عجوزة هنقول هتتجوز ليه ولا مش ليه. ده ما شاء الله عليك يا مدام هناء، انا مش بحسدك، ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا رب، تتجوز وتتهنى. وليه تعيش وحيدة؟ ليه تعيش وحيدة؟ لا عندها عيل ولا عندها حد نقول قاعدة تربيه، تبقى قاعدة كده في البيت لوحدها تتكلم مع نفسها كده. لازم يبقى معاها زوج تتكلم معاه، يتكلم معاها، يعني زي ما بيقولوا كده، ياخدوا بحس بعض، يعني ياخدوا بحس بعض. بدل الوحدة يا جماعة قاتلة، والله الوحدة قاتلة. ده الواحد احنا لما ولادي بيخرجوا وجوزي بيبقى بره، بقعد الف في الشقة كده، ايه ده؟ لا لا، الوحدة صعبة 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 يعني. فانت اتجوزي وتهني لو جالك واحد ابن حلال وافق عليه مدام هناء. وبعدين مدام هناء ما طلعتش وقالت انا عايزه ملياردير، ولا عايزه مش عارفه ايه، ولا عايزه ايه. كل اللي طالباه الست ان هو واحد يكون ابن حلال ويراعي ربنا فيها، انسان يكون محتاجها زي ما هي ما محتاجاه. مش عايزه انسان يجي يعيش زي ما بيقولوا ايه كده، معلش في الكلمة، على قفاها يعني. عايزة تبقى هي الست ست، وهو يبقى الراجل راجل بمعنى الكلمة، راجل يصرف على بيته،
يقف جنب مراته محتاجة منه حاجة يعملها، محتاجة يخرج معاها، محتاجة يسهر معاها. راجل يعني راجل، فاهمين؟ ده اللي مدام هناء عايزاه، عايزة سند وظهر ليها. بس مدام هناء عايزة سند وظهر ليها. ربنا يسعدك يا رب يا مدام هناء، ويفرح قلبك يا رب يا حبيبتي. ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويرزقك بالزوج الصالح يا رب يا رب. ام رؤية بتدعيلك ان ربنا يكرمك ويرزقك بالزوج الصالح. ومحدش بقى يطلع يقول ده شوف عايزة تتجوز وعايزة مش عارفة ايه، ده شوف مش عارفة مين اللي كان بيعمل لها البيت، ده شوف مش عارفة مين اللي هي خرجت مع مين ووقفت معاه، ده شوف. ايه يا جماعة؟ ست عايشة وحدها، يعني كل ما تحب تعمل حاجة تجيب مين؟ هو في حد بيفضل حد؟ يعني مثلا حنفية باظت عندها، عايزة تصلح بوتاجاز، عايزة تصلح سخان، عايزة تصلح غسالة، كل شوية هتروح تنده على بناتها ولا تنده على جوز بنتها تعالى اقفوا معايا؟ وبعدين هي مدام هناء مش عيلة صغيرة يعني مش عارفة، يعني مش فاهمة. ما هي طول عمرها عايشة في فرنسا لوحدها، هي دي مش حاجة جديدة عليها، وهي اللي بتشوف كل أمور بيتها. يعني مدام هناء هي اللي بتشوف كل أمور بيتها، مش حاجة جديدة عليها عشان نقول لها لازم لما حد بتاع مش عارفة ايه يخش عندك يصلح لك سخان ولا يصلح لك تلاجة ولا يصلح لك غسالة لازم تكون جايبة حد محرم معاكي. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ يعني الواحدة لما تكون وحيدة تعمل ايه؟ وعايزة تصلح حاجة تعمل ايه؟ يعني انتوا حلها لي. ست عايشة لوحدها وحيدة وعايزة تصلح الغسالة، تصلح البوتاجاز، تصلح السخان، تعمل ايه طيب؟ تجيب مين عشان يقف معاها عشان تصلح الحاجة دي؟ طب برضك انا كل ما بسمع الناس يقعدوا يقولوا جابت الراجل يصلح وهي قاعده وحدها في قلب الشقه. طب يا جماعه هتعمل ايه؟ ست وحيده تعمل ايه هي؟ وبعدين الناس اللي هم الاشرار دول بيقعدوا يطلعوا حاجات ويشوفوا هي كانت واقفه فين والراجل كان واقف فين، هي كانت بتعمل ايه والراجل كان بيعمل ايه، هي كانت واقفه يعني احسنوا الظن يا جماعة، احسنوا الظن. يعني مدام هناء عايشة في فرنسا، لو عايزة تعمل حاجة وحشة كانت عملتها من زمان وهي صغيرة. لو عايزة تعمل حاجة وحشة حتى بعد الشر، يعني مدام هناء عمرها ما تعمل كده، ما كانت عملتها بعيدة عن الكاميرا خالص. لو عايزة تعمل حاجة وحشة زي ما انتوا بتقولوا بتجيب الرجالة وي ما كانت قفلت الكاميرا وما كانتش صورت ولا كانت قالت في واحد جه صلح لي ولا واحد. مدام انتوا عارفين ان مدام هناء ما بتخبيش حاجة، كل اللي عندها بتقوله. فهي لو لا حول الله يا ربي، لا هي انسانة مش كويسة ما كانتش هتصور. يعني لو هي عايزة تعمل حاجة وحشة مش هتفتح الكاميرا وتوريك وتقول لكم الراجل جاي يصلح لي كذا والراجل جاي يصلح لي كذا، الراجل جاي يصلح لي الجنينة، الراجل بيشيل الزرع، الراجل. لو هي ست مش كويسة مش هتفتح لك، عشان هي ست كويسة بتفتح الكاميرا وتقول لكم الراجل جاي يصلح لي ويصلح لي ويصلح لي. بصوا، اللي عايز يعمل حاجة وحشة بيعملها في الدرة، بيعملها في السكوت ومحدش بيعرف عنه حاجة. لكن مدام هناء انتوا ما تعرفوش اصلا حاجة عن مدام هناء، انتوا بتاخدوا الكلمتين اللي مدام هناء بتقولهم وتطلعوا تبنوا عليهم قصص وحكايات وحوارات. فنتقي ربنا يا جماعة، اتقوا ربنا في الست ست بنت ناس ومحترم، ويعني اتقوا الله فيها وكفاية. بقالكوا 5 سنين ماسكينها زي ما بيقولوا ايه مش عارفة عصير يعني مش عارفة، يعني بيقولوا
كلمة كده بيقولوها غريبة، أنا نسيتها يا مدام هناء، معلش بقى مرقية. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا مدام هناء، ويرزقك بكل اللي انت عايزاه يا رب، امين يا رب العالمين. يلا يا بنات عشان ما نطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.